السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني في الله، نتمنىكم تكونوا ملاح كاملين. بزاف د الناس منا كيقراو مرارا وتكرارا قول الله جل وعلا في أول سورة نزلت من الوحي، هي سورة العلق، سورة اقرأ. كيقرأ: فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب، بلا ما يعرف القصة ديالها. روحوا معايا نحكي لكم الحكاية. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له، تعبت مني فكم أسرفت أتعبه. الحكاية وما فيها كما كتعرفوا بأن قريش كانت كتكره سيد النبي عليه السلام، وأكثرهم أبو جهل اللي حذر سيد النبي وهدده وقال له ما تبقاش تصلي في المقام المكي. ولكن سيد النبي رفض ونهر أبو جهل. قال أبو جهل: علاش راه يهدد فيا هذا محمد وأنا أكثر أهل الوادي نادية، أنا اللي عندي الأهل والعوين كثر. لكن جاوبه الله سبحانه وتعالى وقال له: لئن لم تنتهي لنسفعا بالناصية، يعني إلا ما بغيتش تحشم وتعطي اتساع لمحمد غادي نكحل وجهك وناخدك للنار. مشى أبو جهل وقال: إلى محمد سجد عند الكعبة غادي نلغى قريش كاملة ونوطى على راس محمد وهما كيشوفوا. وفعلا واحد المرة كان سيد النبي عليه أزكى السلام كيصلي عند الكعبة، وجاء أبو جهل بغى يوطى على راس النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما قدرش، خاف وتراجع للوراء. قالوا له قريش: مالك هربت؟ قال لهم: والله لو رأيتم ما رأيت لبكيتم، إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. وقال سيد النبي: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، يعني لو كان قرب مني تخطفه الملائكة. لأن هذه كانت قصتنا سورة العلق، نتمنى أنكم تديو منها العبرة. السلام.